السلام عليكم. في زحمة الحياة والضغوط اللي احنا كلنا عايشينها، تعالى أقولك عن السر أو الكنز اللي هيخلصك من هذه الضغوط. كلام أول مرة هتسمعيه. هنتكلم شوية عن العمل الصالح، وليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الإيمان والعمل الصالح متلازمان في كل آيات القرآن أو معظمها، مثل في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم. وقوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة. ليه ربنا بقى لازم الإيمان بالعمل الصالح؟ لأن الإيمان والعمل الصالح مثل الماء والبذرة، الثمرة لن تخرج بدون أحدهما. فالإيمان بدون عمل صالح ليس له معنى، والعمل الصالح بدون الإيمان هيبقى رياء ونفاق. يبقى بما إننا لسه خارجين من شهر رمضان بشحنة إيمانية عالية، ربنا أطل علينا بأيام هي أفضل أيام الدنيا، وجب علينا الإكثار من الأعمال الصالحة. طيب إيه هو العمل الصالح؟ طب وفين الكنز؟ هقولك. ربنا عز وجل قال في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يتقرب إلي بالنوافل، خدي بالك من النوافل، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجلي التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. الكنز إن العمل الصالح هو النوافل، هو اللي هيخلي ربنا يحبك، ويكون سمعك اللي هتسمعي بيه وبصرك اللي هتبصري بيه. يعني ربنا معاكي في كل أحوالك. ده عايزة ايه تاني؟ ربنا هيحيطك بنور إلهي، صفات من صفات الله سبحانه وتعالى. بالله عليكي هتضيعي وربنا معاكي وملازمك؟ هتضيعي؟ لا والله لن تضيعي. اللي هتخلي ربنا يحبك ويكون سمعك اللي هتسمعي بيه وبصرك اللي هتبصري بيه، يعني ربنا معاكي في كل أحوالك. بالله عليكي هتضيعي؟ لا والله، لا والله لن تضيعي أبدا. الكنز إن كل خطوة هتخطيها الله عز وجل هيكون معاكي فيها، وهيكون التوفيق ملازمك في كل أحوالك. هو في كنز أعظم من الكنز ده؟ ولكن وتحطي تحتي ولكن كم خط. لازم يبقى في إخلاص في العمل، إخلاص لله سبحانه وتعالى. بما إننا في أيام ربنا أطلع علينا بالأيام المباركة دي، كتري من الأعمال الصالحة، لأن ربنا الأيام دي من أفضل أيام الدنيا. ربنا أقسم بيها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. هي أعظم أيام الدنيا. اوعي تظلمي نفسك فيها وتفوتي الأيام دي بدون ما تعملي أعمال صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ربنا قال: حتى تنالوا البر انفقوا مما تحبون. صدقة طلعيها من قلبك، الحاجة اللي بتحبيها طلعيها من قلبك وتصدقي بيها. هي حاجة بسيطة بس هي عظيمة عند ربنا. دمعة من خوف الله، تسبيحة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اشتركي في القناة وشاركي الفيديو مع اللي بتحبيهم، يمكن نكون أنا وانتي سبب في هداية قلب تايه في زحمة الحياة، والدال على الخير كفاعله. سلام الله عليكم.